بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن صلح الرملة. ومن الجدير بالذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي رغب كل الفريقين المسلمين والصليبيين في إحلال السلام بينهما، بل سبقتها جولات أخرى لم يكتب لها النجاح بسبب تشدد ريتشارد وإصراره على استعادة مملكة بيت المقدس بحدودها القديمة واسترداد صليب الصليبوت. وكان من بين المحاولات ذلك العرض الذي تقدم به ريتشارد إلى صلاح الدين، والذي يقضي بزواج الملك العادل أخو صلاح الدين بالملكة جوانا أخت ريتشارد وأرملة ملك صقلية. ورحب العادل وأخوه بهذا الاقتراح، لكن الرفض جاء من جانب جوانا نفسها التي رفضت الاقتران بالعادل، وإن كان رجال الدين الكاثوليك قد لعبوا دور كبير في إفساد هذا المشروع. أما المفاوضات فقد انتهت بتوقيع صلح الرملة في 2 سبتمبر 1192 ميلاديا، وكان ينص على احتفاظ الصليبيين بمقتضاه بمدن الساحل في سور إلى يافا، بينما تعود عسقلان إلى المسلمين وإن كانت خرابا، وأن تكون اللد والرملة مناصفة بين الفريقين، وأن تدخل بلاد الإسماعيلية وأنطاكيا وطرابلس في الصلح، وأن يسمح للمسيحيين بزيارة بيت المقدس وإقرار حرية الحج، وأن يتاجر كل من المسلمين والمسيحيين في البلاد الآخر. وكانت مدة الصلح 3 سنوات و3 أشهر. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله. شكرا.